أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست خليك غير. البودكاست اللي بنحاول من خلاله نكسر العادي ونبص على الحياة من زاوية مختلفة. أنا محمد محمدي، والنهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا بندور عليه، كلنا بنحاول نوصل له. موضوع النهاردة هو عادات النجاح. بص يا صاحبي، النجاح مش حظ، النجاح مش بيجي بالصدفة، النجاح نتيجة لاختيارات يومية، حاجات صغيرة بنعملها كل يوم من غير ما ناخد بالنا، بس هي اللي بتشكل حياتنا. الناجحين مش دايما أذكى ولا أقوى ولا أغنى، بس دايما، وأكد لك على دايما، عندهم عادات مختلفة. أول عادة: الاستمرارية أهم من المثالية. مش لازم تكون جامد من أول يوم، انت مش مطالب انك تبقى بيرفكت، لكن لو كل يوم بتتحرك خطوة، حتى خطوة صغيرة، فده معناه انك ماشي لقدام. زي واحد عايز يقرأ كتب، يجي أول يوم يقرأ 50 صفحة، تاني يوم يزهق، وتالت يوم يبطل. لكن واحد تاني بيقرأ صفحتين بس كل يوم، بعد سنة مين تتوقع يكون اتعلم أكتر؟ بالظبط الشخص التاني. تاني عادة: نظم وقتك وما تسيبش يومك يفلت. في مثل كده بيقولك لو مسكتش زمام يومك هيمسكك. ابدأ يومك بخطة بسيطة، مش لازم جدول جامد، لكن على الأقل اسأل نفسك كل يوم الصبح: ايه أهم 3 حاجات عاوز انجزهم النهاردة؟ الناس الناجحة بتعرف تقول لأ لحاجات كتير عشان تقدر تقول أيوة لحاجة واحدة مهمة. تالت عادة: طور نفسك باستمرار. الناجحين عمرهم ما وقفوا يتعلموا. في مثل مشهور بيقولك لو مش بتتطور فانت بتتراجع. اسأل نفسك: آخر مرة اتعلمت فيها حاجة جديدة كانت امتى؟ آخر مرة جربت تعمل حاجة لأول مرة كانت امتى برضه؟ مش شرط تكون حاجة ضخمة، ممكن كورس صغير، كتاب جديد، وهكذا. المهم تبقى دايما في حالة نمو. رابع عادة: اختار صحابك بعناية. في مقولة مشهورة بتقول الصاحب ساحب. يعني لو دايما حواليك ناس سلبية بتحبطك أو بتشتكي من كل حاجة، صدقني هتبقى زيهم من غير ما تحس. لكن لو حواليك ناس طموحين بيشجعوك، بيتكلموا عن أفكار مش عن أشخاص، هتلاقي نفسك بتتغير للأحسن. خامس عادة: اتحمل مسؤولية نفسك. الناجحين عمرهم ما بيشتكوا، ما بيقعدوش يلوموا الظروف ولا الزحمة ولا المدير ولا أي شيء من هذا القبيل. لو حصلت مشكلة بيسألوا أنا أقدر أعمل إيه في الوضع ده؟ وده مش معناه إن الظروف سهلة، لكن معناه إنك واخد تحكم، واخد زمام أمورك في إيدك. سادس عادة: اهتم بنفسك جسديا ونفسيا. النجاح مش بيجي لوحده، وأكيد مش بيجي وانت مرهق طول الوقت. الناجحين بيعرفوا ياخدوا وقت راحة، بيمارسوا رياضة، بيناموا كويس، بياكلوا أكل صحي. الراحة مش كسل، الراحة وقود للطريق الطويل. سابع وآخر عادة: الفشل مش نهاية، هو خطوة في السكة. كل الناجحين فشلوا كلهم، بس الفرق إنهم ما وقفوش عند الفشل، خدوه كدرس واتعلموا منه وكملوا. لو فشلت اسأل نفسك اتعلمت ايه؟ هعمل ايه بشكل مختلف المرة الجاية؟ الفشل مش ضدك، هو مدرس خاص بس لو سمعت له. وفي النهاية خليني أقولك، النجاح مش وصفة سرية ولا كبسولة سحرية، هو ببساطة إنك تبقى أفضل نسخة من نفسك يوم بعد يوم. وبكده الحلقة انتهت، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست خليك غير.